نعى النجم أحمد العوضي النجمة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها، وعلق قائلا على صفحة فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي محمد عبد العزيز، والد الغالية ياسمين عبد العزيز. أتقدم بالتعازي، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وأعلنت ياسمين خبر الوفاة من خلال حسابها على انستجرام، حيث علقت قائلة: توفى إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله. وكان قد ظهر العديد من الصور لوالدها الراحل وهو في فترة شبابه برفقة الفنان حسن يوسف، وأيضا العديد من الصور برفقة زوجته وأولاده، من بينهم النجمة ياسمين عبد العزيز. أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن وفاة والدها مساء اليوم بعد صراع مع المرض. تشيع الجنازة غدا الأحد بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بالحضور العائلة والأصدقاء والمقربين. وتقام مراسم العزاء يوم الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وكشفت مصادر قريبة أن الراحل كان يعاني من ظروف صحية صعبة، وخضع للعلاج في أحد المستشفيات الحكومية قبل نقله إلى القاهرة نتيجة تدهور حالته الصحية. وغادرت ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد وتقابل حبيب فور علمها بخبر الوفاة لإنهاء إجراءات تصريح الدفن، برفقة عدد من زملائها في العمل مثل خالد سليم وكريم فهمي.